وانت مريض او مقاومه انسولين او عايز تفقد الوزن الزياده اللي عندك، الخطوه اللي هقولك عليها دي مهمه جدا جدا بالنسبه لك. لما تبدا الاكل بتاعك ما تبداهوش بالنشويات. اي وجبه هتاكلها لازم تبداها الاول بالبروتين والخضار، وبعدها ب10 دقايق كل النشويات اللي انت محتاج ان انت تاكلها. هتلاقي اختلاف رهيب في قياسات السكر بتاعتك، لان التجارب اللي اتعملت على الموضوع ده اثبتت اننا لما بنبدا الاكل بتاعنا بالبروتين والخضروات وبعدها ب10 دقايق ناكل النشويات، النتيجه بتكون انه ما بيحصلش ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، ولا سكر الدم بيرتفع بشكل كبير. بالعكس بيكون ارتفاع سكر الدم ارتفاع معقول، ده لان الالياف اللي موجوده في الاكل بتاعنا بتبطئ بشكل كبير من امتصاص السكريات، بالتالي ما بتخليش يحصل ارتفاع مفاجئ في سكر الدم ولا يحصل ارتفاع شديد في سكر الدم. طبعا لو عملنا الخطوات دي وكمان ظبطنا كميات الاكل بتاعتنا هتلاقوا اختلاف ممتاز جدا. هتلاقوا الوزن بينزل لو انت محتاج تفقد، لو انت مريض سكر فهتلاقي قياسات السكر بتاعتك بدات تتظبط بشكل كبير جدا. جربوا التركية الصغيره دي وقيسوا السكر وابعتوا لي القياسات بتاعتكم. ولو استفدت من المعلومات ما تنساش تعملي لايك وفولو. باي باي.